السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كيعرف الجميع إخواني أن هذه الخطبة الموحدة اللي طبقات الوزارة على جميع الخطباء في المغرب، هذه الخطة لحد الآن ما دارتش الدور الفعال ديالها. علاش؟ لأن بكل بساطة ما كتهضرش على الواقع ديال الأمة، ما كتهضرش على الواقع ديال المجتمع. فالمجتمع في جهة والخطبة ديال الجمعة في جهة أخرى، والرأي العام بالجملة قد يكون جازما أنه كيرفض سياسات توحيد الخطبة، وبأن هذه الخطبة كما كيشهد العام والخاص، كما كيشهد الأمي والمثقف، كما كيشهد المتعلم وغير المتعلم، أن الخطبة تفرغت من المحتوى الأساسي ديالها. وهذا الأمر معروف للجميع إلا وزير الأوقاف واللي كيدور في فلكه من الأعوان ديالو، واللي كيخاف على المنصب ديالو ولقمة عيشه، واللي كيظهر من خلال كلام وزير الأوقاف ولهجته أنه كيعيش في عالمه الخاص منفصل تماما عن الواقع انفصالا كليا. فنصيحتي المتواضعة لوزير الأوقاف أن يخرج من فوقعته وأن يتواضع، فينزل من برجه العاجي، وأن يتجرد من غروره وإعجابه برأيه. إلا كان حقا بغى الخير والصلاح لمجتمعه وبلده، فإحنا كنشوفوا بأنه كل ساعة كيخرج وكيفتخر وكيقول لك كاين 95%، وبعض المرات كيقول لك 97% من الخطباء كيلتزموا بهذه الخطبة هذه ديال التوحيد. لكن كنتساءل من هذه النسبة اللي ذكر هو، واش فعلا الخطبة الموحدة وصلت وحققت الأهداف ديالها؟ وسؤال آخر، واش فعلا هذه الخطبة الموحدة وصلت للفئة المستهدفة واللي هي عوام الناس أنهم كيفهموا هذه الخطبة وكينتفعوا بها؟ بل كنتساءلوا حنا كاملين، هل تعبر هذه النسبة حقا عن اقتناع جل الخطباء بهذه الخطبة الموحدة؟ أكيد لا. أم أن هذه الوزارة تدل على مدى سطوتها وقهرها للخطباء، وبطبيعة الحال تهددهم بالعزل وقطع الأرزاق؟ وحنا بغينا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية العلماني على حسب قوله هو اللي قالها، وقال لي من جملة ما قال لي العلمانية كتصدمكم. قلت لي لا. قال لك كيفاش داك الشيء ماشي لا؟ قلت لي لان نحن علمانيون. قال لي كيفاش؟ قلت لي ما عندناش النصوص ديال 1905، ولكن اللي بغى شي حاجه عندنا كيديرها، لان لا اكراه في الدين. بقى حل. المهم قال لي المهم راه صيفط لي رساله توصلت بها اليوم اننا باش نتلاقاو ونعاودوا نستمروا. الظروف ماشي سهله، كنقول لهم حنا معكم لاننا حنا مع الاعتدال وحنا مع يعني الحريه وحنا مع، ولكن راه ظروفهم حتى هما ماشي سهله. شكرا. يدير غير واحد استطلاع عام في موقع الوزارة، يدير فيه واحد استطلاع للرأي ويفتح فيه المجال للمغاربة باش يعبروا على الرأي ديالهم عن سياسات توحيد الخطبة، ويقترح فيه 3 خيارات. الخيار الأول يكتب ويقول فيه أنا مع توحيد خطبة الجمعة والعيد. الاقتراح الثاني يكتب فيه أنا ضد توحيد خطبة الجمعة والعيد. الاختيار الثالث يكتب فيه أنا مع توحيد المواضيع دون الخطبة. ستكون معبرة عن مدى قبول المغاربة لسياسة توحيد الخطب. هذه السياسة التي تشكل في نظر الكثيرين تهديد حقيقي لنجاح خطة التسديد برمتها. وحتى لا نكون عدميين، فنحن لسنا ضد خطبة التسديد والتبليغ، للمحور ديالها هو إصلاح تدين المغاربة. وحتى لا توافقنا مع الوزير في التأصيل فإننا نخالفه في التنزيل. ونذكروا بأن فكرة توحيد الخطبة ليست وحيا يوحى، ولا هي من توابت الأمة، بل هي في الأصل اجتهاد بشري قابل للنقاش والأخذ والرد. فلا ندري علاش كيتعامل وزير الأوقاف بكل عصبية وبكل تشنج مع كل من يخالفه في الرأي، ويعزل كل إمام أو كل خطيب ما قالش هذه الخطبة في منبر الجمعة. ألا يتعارض تصرف هذا مع مبدأ التسامح واحترام الرأي الآخر الذي يتبجح به العلمانيون كما دائما نسمع؟ أليس من حق بعض المخالفين له في توحيد خطبة الجمعة أن يناقشوه في مضامن بعض الخطب ويطرحوا بعض الأسئلة؟ واش من الحكمة دائما إخبار عموم الناس في كل خطبة جمعة بمضمون الخطى وأهدافها، أم أن هذا الأمر كيشعرهم أن المساجد والمنابر صارت وسيلة لتحقيق أجندة الوزير وقناعاته الخاصة، وأن الخطباء صاروا مجرد أبواق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية واللي كيحظى بشعبية كبيرة على حسب زعمه؟ وصلت 97% من الخطباء كيأيدوا خطة توحيد خطبة الجمعة. وهل من اللباقة والأدب وصف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب لكل من يخالف في الرأي في توحيد خطبة الجمعة من الخطباء بالمرضى والعدميين وحتى بالخوارج، ولا يعي حقيقة كلمة خوارج؟ الجمعة المقبلة إن شاء الله ستصدر عن المجلس العلمي الأعلى خطبة مقترحة، الحمد لله الآن 97% يأخذون بها، وبقي بعض الخوارج لأن دماغاتهم
ينفون عنه هذه الثلاثة التي نشاهدها اليوم: الجاهلين والمبطلين والغالين. الغالين هم اسم السنة للمتطرفين، والجاهلين هم الذين يتكلمون بما لا يعرفون، والمبطلون هم الذين لا يقبلون شيء. يسمونه في السياسة العصرية العدميون. أم هذا الأمر يتعارض مع روح خطة التسديد والتبليغ، واللي الهدف ديالها تقويم سلوك المغاربة ليتمثلوا أخلاق دينهم التي تدعوهم إلى التجرد من أدواء القلوب كالأنانية والعجب والغرور، كما تدعوهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق كالتواضع والحلم وكف الأذى والسباب عن عموم المسلمين. فكيف بخطبائهم ووعاظهم وعلمائهم؟ وأتمنى من وزير الأوقاف أن يتصف بهذه المواصفات النبيلة حتى لا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الختام نذكر الوزير بهذا المقطع الرائع من خطبته الموحدة الأخيرة: كما كان الإسلام دين الجماعة في توصيته بحسن الجوار وحسن المعاملة واللين في أيدي الآخرين والأخذ والعطاء بالحسنى والسماحة والتيسير في المعاملة وإصلاح ذات البين، فأين هو وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من هذه الأخلاق النبيلة الذين يرافقونه في المقصد ويخالفونه في الاجتهاد؟ أي مخالف للوزير أو الوزارة إلا وكيجريو عليه وكيقطعوا له باب رزقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الوزير لماذا لا يتسع صدره للخلاف؟ وقد ورد في الخطبة الموحدة السابقة ما نصوه: الأمر الذي يجعل الاختلاف في الاجتهاد مع الوحدة في المقاصد أمرا مقبولا بل واجب. ومن جميل ما ورد في الخطبة أيضا قولهم: ومراعاة المحتاجين من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، مما ينفي عن ديننا الحنيف الأنانية والأثر والشح والبخل الذي يعد أسوأ العيوب، ويقطع مودة القلوب، ومنع الجود سوء ظن بالمعبود، كما يقال: ويحصل البر بما تيسر من فعل حسن وقول حسن وطلاقة وجه وإمساك شر وحسن ظن وذكر جميل. فهل من الجود والكرم مع الخطباء إعطاؤهم 400 درهم للشهر، أم إن البخل معهم يفسروه ما ذكر في الخطبة من الكبر والأنانية والأثرة، وأن منع الجود سوء ظن بالمعبود؟ هل من حسن القول وطلاقة الوجه وإمساك الشر وصف الخطباء بالمرضى والخوارج؟ هل هذا يخرج من فم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ هل هذا معقول؟ أسئلة عالقة تحتاج إلى أجوبة من وزير الأوقاف، ولكن هيهات هيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.